قليلون يدركون أن قيمة قطيع الإبل هذا تبلغ نحو 150 مليون ريال سعودي، أي قرابة 50 مليون دولار أمريكي. فالإبل هذه ليست بعادية، بل تعد من أغلى الأنواع في العالم بسبب لونها الأبيض وجمالها بحسب المهتمين بالإبل. الشيخ السعودي إبراهيم المهيلب يفتخر بامتلاكه أحد أندر قطعان الإبل في العالم بمزرعته الخاصة في نفود نواطر الواقعة شمال بريدة وسط المملكة، حتى وصل شغفه بها حد وصفها بنوارة القلب. عندي طول عمر قيمتها، أنا الآن شاري فوق 150 مليون وتسوى الآن دبل عن قيمتها، لكن أنا محتفظ به لأني أحب الإبل احتفاظ كامل. ولا وصلت للنخبة بجائزة موحدة الجزيرة الغالية علي وعلى جميع الشعب السعودي، إلا أني دفعتها مئات الملايين عشان أصل أني أخذ النخبة. هواية المهيلب بتربية قطعان المغاتير أو الإبل البيضاء في مزرعته الخاصة تطورت لتصبح شغله الشاغل، وبالفعل أثمرت جهوده والأموال التي أنفقها في هذا المجال فوزه بعدة جوائز مرموقة، أهمها جائزة مسابقة الملك عبد العزيز السنوية لنخبة النخبة، وهي مسابقة يتنافس خلالها المربون بعرض أجمل ما يملكون من الإبل. أبو مليون ومليونير وأبو مليون ونص وأبو 800 وأبو 500، هذا بعضهم راحة مو بيجي للسوق، هذا من النوع النادر يعتبر. يعني بعر الجزيرة هي أفضل شيء، بعر السعودية هي اللي تباع بالملايين، ولا أنا انتشرت بكل مكان الحمد لله. يا نخبة الواضح في ميدان خونو. على وقع المواويل الشعبية يتبادل الضيوف الشيخ المهيبل من هواة تربية الإبل أطراف الحديث عن هوايتهم المشتركة وأهميتها، وهو أمر يراه كثيرون ضروريا للحفاظ على عراقة وأصالة الإبل ومكانتها لدى العرب وإرثهم التاريخي، فيما يرى فيها آخرون ترفا غير مبرر.